سؤالي بقى، الزمالك هيسدد 100 مليون جنيه منين؟ نقدر نقول زيكم غسيل أموال؟ ولا هو الأهلي بس اللي بيغسل أموال والزمالك بس بيجيله من جوه النادي من أبناء النادي؟ اللي هتحسبه عليك هو عليا. فاهم انت؟ لو انت بتقول غسيل أموال أقول لك أنا، هل ده غسيل أموال؟ لا، عادي، متبرعين. مع ان الأهلي فعليا دخله 10 أضعافك انت، ك10 أضعافه، يمكن ما كانش 15 دخله من جوائز ورعاية، عقود رعاية. انت متعرفش تجيبها، وما تقوليش معرفش اجيبها عشان واحنا الدولة واحنا لا. متعرفش تجيبها عشان انا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي نمرة واحد ونمرة 2 ونمرة 3. تيجي انت ممكن بعديها نمرة 6 أو 7 كمان، يعني مثلا ممكن يفوقك انت الهلال، ويفوقك الهلال السعودي وفرق آسيا ممكن تتفوق عليك شوية في اليومين دول اللي انت فيه. ليه؟ انما انا كشركة او كأي حد عايز يستثمر فينا، يستثمر معانا. انت شركة رابحة، مش بتخسر، شركة رابحة. عشان بس ما تقولش ايه، عشان انتوا الدولة وانتوا الحكومة معاكوا وانتوا التحكيم وانتوا. لا، هي مش كده. هي انا شغال كمنظومة محترفة. انت مش ذنب ان انا دلوقتي لو انا بيدخل لي 15 مليون او 20 مليون دولار سنويا، لو بيدخل لي 15 مليون او 20 مليون دولار سنويا، انا بدفعهم للتجديد قدام، لناس قدام، هاخدهم لناس قدام، لناس قدام بتعاقد وبتعامل انما انت بتاخد 15 مليون دولار بتدفعهم لناس ورا. يعني انت بترجع 10 15 خطوه لورا بتسدد ديونك. مش ذنب انا، مش هاجي اسدد لك ديونك. مش ذنب انا ان انا اجي اسدد لك ديونك اللي فاتت. دي مش بتاعتي انا. انما انت بتصلح من اخطائك اللي فاتت وهتفضل مستمر في اخطائك اللي جايه. انما انا شغال على الطريق الصح كاهلي، كنادي اهلي. النادي الاهلي شغال في الطريق الصح، مع لذلك هو بيمشي لقدام. انما انت بتمشي لورا زي ما بيقول، جاي بظهرك. ليه؟ عشان انت بتسدد الديون اللي عليك. فما تحاسبنيش انا وتقول لي مثلا غسيل اموال او مش عارف ايه، انت وانت. لا، هي مش كده. هو الاهلي بيدخل له بيعرف يجيب بقى لقدام، بيمشي لقدام، بيمشي بصفقات جديده، بيمشي ببطولات جديده، بيمشي بالكلام ده، وكل ده بيعود عليه بدخل جديد وحاجات جديده، فبتقدمه خطوه تاني لقدام. انما هو الاهلي الحمد لله ما بيوقفش مكانه، بيفضل ماشي. انما انت بتدفع حاجات من سنين فاتت، فده اللي معجزك ومخلي الناس حتى في استثمارها مش عايزه تيجي لك انت. ليه؟ هتجي لك انت، هي مش ضامنه تقعد معاها امتى ولا تعمل ايه. وما تقوليش الاهلي بيتدخل عشان يغير مجالس ادارات وبتاع. كل الفكره ما بينه وما بينك ان انا ايوه قوي، بس قوي في الحق، قوي في الحق، مش قوي في الباطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.